قال بقى ايه هي التشكيله المتوقعه للزمالك. انا شايف ان يعني حراسه المرمى صعبه شويه، لان الثلاثه اللي موجودين مهدي سليمان ومحمد صبحي وعواد، الثلاثه بيلعبوا اساسي والثلاثه بيلعبوا في المنتخب. فانا مش عارف هناك فريرا ممكن يفكر في ايه، بس انا شايف يعني ممكن اشوف انه مهدي سليمان هو اللي ممكن يلعب. طيب معايا في الدفاع عمر جابر باك يمين، محمود بن تايج باك شمال، معاك اتنين في القلب، معاك الونش وسام عبد المجيد. في خط الوسط معاك محمد شحاته اساسي، عبد الله السعيد اساسي. اللي ممكن نلعب فيه بقى ناصر ماهر او احمد ربيع. انا حاسس ان هو ممكن يلعب احمد ربيع. طيب بالنسبه للهجوم برضه في مشكله. انا شايف راس الحربه ممكن اكيد يلعب عضال الدباغ، ممكن يمين شيكو بنزا، والشمال ادهم كايد. ده اللي انا متوقعه. موجوده في الاحتياطي معاك لعيبه كتيره قوي في الاحتياطي، عبد الحميد المعالي، ناصر منسي. ناصر منسي انا شايف اللي هو لعيب مجتهد، لعيب ربنا بيحبه، بينزل يجيب اجوان. فمعاك ناصر ماهر، ناصر منسي، احمد عاطف، عمرو ناصر شايف برضه هيقدم اداء حلو مع الزمالك، سيد نيمار، احمد حمدي خط الوسط. ف شايف ان الزمالك تشكيلته ودكته هتبقى جميله وتقدر تنافس.